لو حاسس انك انت مقصر في حق نفسك وفي حق حياتك ومش عارف تركز في الكارير بتاعك وانك انت عايز تكون اكبر بكتير، الفيديو ده عشان خصوصا لو انت دكتور. احب اقول لك من دلوقتي ان مفيش اي مشكله انك انت تشتغل موظف من الساعه 8 للساعه 2 وان ده يكون طموح حياتك في الشغل بتاعك، لان في فرق ما بين الشغل والهوايه. كويس لو الاتنين اجتمعوا مع بعض وبقوا حاجه واحده، ان شغلك وهو هوايتك وهوايتك هي شغلك اللي بيجيب لك فلوس. ولكن لو قضى الامر انك انت في الوقت الحالي الشغل اللي بيجيب لك فلوس مش هو الحاجه اللي انت بتحبها، اتس جوب افتر اول. ما تأنبش نفسك واستمتع بباقي الحاجات اللي بتعملها في حياتك، والشغل بتاعك قضيه. وفي ميزه في الطب انك انت حتى وانت موظف من الساعه 8 للساعه 2 انت بتعمل تغيير فوق ما انت متخيل في حياه الناس. مهما حاولت انك انت في اصوات داخليه تقول لك انك انت مش كده، وتكون عايش في الانفيريور دام بتاعك وانك انت تعيش في صغر النفس، الكلام ده مش حقيقي. انت وانت دكتور زي ما انت بتعمل تغيير، لازم تؤمن بده. مش معنى كده انا بقول لك عيش عيشه الموظف، ولكن لو انت عندك حاجات كتير بتغير فيها العالم من جواك بهواياتك المختلفه، حتى لو بتعمل ديجيتال ماركتنج، بتعمل جرافيكس، بتلعب موسيقى، بتكتب شعر، محرر في جريده اونلاين او اوف لاين، وات ايفر اللي انت بتحبه اعمله. ان شاء الله فتحت باتيسري وبتعمل مخبوزات، او بتعمل حتى تورت او بسبوسه، يا راجل بص اللي انت بتحبه وبتعمله في حياتك. الحياه اقصر من انك انت تحرم نفسك منها، طالما وفيت اللي بيصرف عليك مبادئ حياتك. الحياه مش عشان خاطر تعيش في فيلا وكده، هو الطموح كويس، ولكن ما تستقتلش نفسك عشان طموحك. في طموح بيقتل، ما تدخلش نفسك في الدايره دي. ميز انك انت بتشتغل عشان تعيش ولا عايش عشان تشتغل. لا، انت بتشتغل عشان تعيش، الشغل جزء من حياتك. وفي اي شغل في الدنيا في الاول بيكون موضوع صعب، وبعد كده انت تتحكم في وقتك في حياتك بشكل او باخر، خصوصا لو انت دكتور. ايا كان التخصص بتاعك، مهما كنت اتحولت لموظف شكله ايه في اي تخصص، طب اسره، كلينيكال باثولوجي، راديولوجي، دخلوك انك انت تكتب في المعمل معرفش ايه. بص ايا كان الانفيريور ده ما تعيش نفسك فيها، وميز من الاول انت بتشتغل عشان تعيش ولا عايش عشان تشتغل. الشغل بتاعك ده هوايتك ولا ده اللي بيصرف عليك؟ كده هتبدأ تبص لحياتك بطريقة تانية، بطريقة هتغير فيك كتير، طريقة هتخلي الحياة طعم تاني. لأن في ناس بتعيش لحد ما تيجي في سن ال60 تكتشف اللي أنا بقولك عليه ده. في ناس شفتها عايشة نبطشيات لأن هو اتعود يبقى نبطشي، هو ما كانش حلمه يبقى كده. وفي ناس دلوقتي جراحين حلم حياته ان ياخد نبطشيه في المكان الفلاني، بعد ما كان جراح معروف ان هو شخص بيفتح صدره كده وتلاقيه فاتح عياده هنا يمين شمال. مش مشكله انك انت ما فتحتش عياده، ومش مشكله ان انت مقضي حياتك نبطشات، بس لازم من الاول تميز ان انت كنت عايز ده ولا لا، وتعوزه. ولو مش عايزه، لا، ترجع لورا وتفكر. ولكن وانت بترجع لورا وتفكر، تميز هو انا برجع وافكر في هوايتي ولا في الحاجه اللي بتصرف عليا. لو الحاجه اللي بتصرف عليا، يبقى انا ماليش الرفاهيه الكامله ان انا اعمل ده، وهوايتي اميزها. اقدر اعمل ده بالتوازي في الوقت القليل اللي اتيسر من باقي اليوم ومن باقي حياتك او من باقي الاسبوع. لو هتقول لي ان انا شغال طبيعه شغل 24 ساعه، لضمه في ال 24 ساعه، لضمه في ال 24 ساعه، ماشي بغياراتي، بهدومي، باكلاتي، بشرباتي، ايه، وماشي من هنا لهنا لهنا لهنا، ما بلحقش حتى اغير. انا ممكن السكراب الواحد ايه امشي بيه في كل المستشفيات، كما لو كنت ايه زي الرقاصه شايله هدومها معاها ورايحه. الكلام ده حقيقي، ده اللي بيتقال. فلازم انت تميز انت فين في كل ده. ما ينفعش تسيب الزمن هو اللي يعلمهولك، لازم تكون استباقي. ليه؟ لان ببساطه طريقه تفكيرك في الكارير هي بتبدا من وقت اختيارك لشكل نهايه الكارير ده ايه. يعني ايه؟ يعني ببساطه فكر، هو انت الريتايرمنت بلان بتاعتك ايه؟
طالما احنا بنتكلم على جوب مش بنتكلم على هوايه. لا انا دخلت طب عشان خاطر اهلي غصبوا عليا. ايوه، انت الريتايرمنت بلان بتاعتك ايه بقى؟ اصل خلينا واقعيين، هو المعاش اللي هيتساب لك في الاخر ده مش هو اللي هيعيشك. يبقى انت بتشتغل شغلانه تجيب منها فلوس. مش معنى كده ان انا بقول لك هات الفلوس بطريقه يمين شمال، لا لا لا، بالعكس. انت تكون مميز ان انت بتروح النبطشيات دي عشان تجيب الحاجه دي، وجبت الحاجه دي عشان خاطر تكبرها وتكبر نفسك، والمهارات اللي بتعلمها في الشغل بتاعك هي عشان خاطر تبني نفسك. يبقى انت عارف ان انت رايح المكان ده عشان تتعلم مهارات معينه تجيب بيها فلوس عشان الريتايرمنت بلان بتاعتك في الاخر. الا لو الموضوع هوايه، لا، فانت رايح المكان ده عشان تستمتع بالشغلانه بتاعتك، وتاخد السكيل دي من هنا والسكيل دي من هنا والسكيل دي من هنا، وتتحرك يمين وتتحرك شمال، وانت مش فارق معاك كتير اللي هيصرف عليك لانك عندك اللي بيصرف عليك التاني. لو ما عندكش بقى اللي بيصرف عليك التاني ده حوار تاني. تاني، انت كونك طبيب انت صانع تغيير، لكن لازم تميز ما بينك ما بين نفسك. الطب بالنسبه لك it's your career or it's your passion. لو اجتمعوا الاتنين ثق تمام ثقه، حتى لو قابلتك صعوبات في الاول هيجتمعوا. لكن اوعى تدفن نفسك في الطب وهو مش هوايتك، وهتبقى مأساة لو انت معرفتش تكفي نفسك بيه. ليه؟ لانك ببساطه ما ميزتش هو اتس يور كارير اللي بتبني نفسك فيه عشان الشغل، ولا ده هوايتك اللي رايح عشان تستمتع بيومك فيه. ولا انت هتعرف تجمع ما بين الاتنين؟ السؤال ده لازم تفكر فيه. فكر نفسك كل يوم، هو انا بعمل اللي انا بعمله في نفسي ده ليه؟ انا بروح المستشفى الفلانيه العلانيه سواء بتتعلم او ما بتتعلمش ليه؟ انا بروح في الشهاده الفلانيه سواء بتعلم ما بتعلمش، المشرف مرخم عليا او مسهل عليا ليه؟ بسافر من محافظه لمحافظه ليه؟ ولا انت كبرت في ثانوي قالوا لك ذاكر تنجح عشان ترتاح بعدين، دخلت الكليه عشان قالوا لك خش الكليه ديت، لقيتهم بيذاكروا ذاكرت معاهم، لقيتهم رايحين الامتحان رحت معاهم، خلصوا من الامتحان لقيتهم رايحين امتياز ايش تكليف. في التكليف ابتدت عينك تتفتح ان الموضوع ايه ده في ناس اتعينت في الجامعه، وناس راحت تكليف جيش، ناس راحت تكليف شرطه، ناس راحت تكليف في المستشفى بتاعه الطلبه، وناس راحت تاني تكليف خاص كده هو محدش يعرف عنه حاجه لحد دلوقتي، وناس تانية راحت طرشوخ الليف، وناس راحت معرفش فين. وانت رحت مطرح ما ودوك. بعد كده اكتشفت ان في تخصصات ايه وانا كان المفروض اقدم على التخصصات من بدري. ده انا كنت مدير وحده ده انا رجعت نايب تاني جونيور بعد ما انا كنت الامر الناهي في الوحده. ده انا كان بيعملوا لي الف حساب يعملوا لي الشاي، دلوقتي انا بلف مش ملاحق ان انا اروح اشتري كوبايه الشاي، مش معايا فلوس اجيب كوبايه الشاي لان أنا اخترت نيابه انا ما كانش على بالي، بس فجاه لقيت المجموع بتاعي. ليه؟ لانك سبت نفسك للصدفه. ببساطه لازم على قد المعطيات اللي معاك تبدا تفكر ايه الاختيارات المتاحه وعليها تطورها، ولو ليك حلم معين تشتغل عليه وهتوصل له. في ناس وصلت الحلم بتاعها على مستوى طبيب حر، في ناس ما دخلتش طب هنا في مصر ودورت انها تاخده في روسيا وبلاد تانية وارخص هنا من مصر كمان، بس ده عشان كان مميز هو ده عايز ايه من الطب، عايزه كهوايه ولا كتايتل ولا كمصدر رزق بتاعه. ولما خده كمصدر رزق بقى مخطط لنفسه. اللي يكون عارف هو عايز ايه افضل بكتير من اللي هو لا ناس رايحين فرح معاه. ولو انت مميز انك انت رايح دي شغلانه بتقضي فيها ساعتين عشان تجيب منها فلوس، احلى بكتير من اللي رايح هو مش عارف هيعمل فيها ايه. لان مش دايما حد هتلاقيه ياخدك من ايدك كده ويقول لك يلا بينا انت جوهره مدفونه تعالى نكتشفها عشان خاطر نعمل شغل جميل سوا. انت حد مش عارف ازاي الناس ما اكتشفوش الحاجات اللي انت ممكن تعملها، انت جواك بوتنشال ابن لذينه. خلي بالك انت بالنسبه لبقيه الدكاتره في تخصصك وفي غير تخصصك انت بوتنشال ثريت، انت يعني خطر محتمل. ليه؟ لانك انت منافس، انت كومبيتيتور. فانا ليه هربيك؟ ليه اعلمك؟ لو لقيت الحد اللي نفسه سويه كفايه ان هو يعلمك امسك فيه، ولكن مش ده الرول، او على الاقل مش في الزمن ده. وببساطه لما تيجي تختار اي مكان فكر في بيئه العمل، لان بيئه العمل اهم بكتير من التخصص. في ناس سابت التخصص زي الفل
لان بيئه العمل من اداره، من لا قدر الله الزملاء، من الرؤساء اللي موجودين في المكان ما كانوش اظرف حاجه. وفي ناس بالعكس تخصص كان سمعته زي الزفت، زي الزفت، ولكن بيئه العمل ظريفه. كان رايح لاقي تكييف، لاقي الناس اللي حواليه الزملاء كويسين زي الفل. هو التخصص ما كانش اللي على مرامه، ولكن بيئه العمل دي خليته يتعايش. مش معنى كده انا بقول لك تقبل بالواقع اللي بيتفرض عليك لما يجي يتفرض عليك وتحط في تقاولك فيه، ولكن لو انت اخترت ان ليك طموح تاني عايز تشتغل عليه، ان ده هوايتك وده طموحك، يبقى انت عارف ان انت هتقابلك obstacles وهتقابلك challenges محتاج انك انت تشتغل عليها، في تحديات هتقابلك تشتغل عليها. لكن لو انت دخلت في الطريق ده وانت لقيته سهل، ما كان كله عملها. فدايما فكر نفسك انت بتعمل ده ليه، وميز انت بتعمل ده كارير ولا هوايه. الاسئله البسيطه دي محتاجين نفكر بعض بيها الوقت ده.